السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسعادة. جايه لكم النهارده بوصفة حلو خطيرة حلوة جدا جدا جدا، هترجعكم كده سنين لورا. وصفة من وصفات الزمن الجميل. هنعمل سبايك دهب تحفة خطيرة، هتجربوها وان شاء الله تعجبكم. وصفتنا النهاردة هي كيكة دقيق الذرة. شايفين لوحة فنية، سبايك دهب فعلا. تعالوا معايا كده واحدة واحدة، هنقول المقادير بالراحة وإن شاء الله بإذن الله تعملوها وتعجبكم. متنسونيش في اللايك والشير والدعوة الحلوة، ولكم بالمثل إن شاء الله. مش بقولكوا سبايك دهب، هي فعلا هي دي بقى سبايك الدهب الحقيقية. يلا هنبدأ مع بعض الفيديو وهنقول مع بعض المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة معايا دقيق الذرة. دي الذرة طبعا لازم تبقي واثقة كويس جدا جدا من المكان اللي انت بتشتري منه، يا اما تعملي زيي وتجيبي النوع الجاهز اللي هو مكتوب عليه دي ذرة، دقيق ذرة اصفر. انا بستعمل دوبيلا زي ما انتم شايفين، وهستخدم الخلاط عشان اخلط فيه المواد السائلة. ايه هي المواد السائلة اللي معايا؟ من 5 ل6 بيضات. انا عاملة هنا صينية كبيرة، تمام، فعاملة 5 كوبايات من دقيق الذرة الاصفر. مش بحط عليه دقيق ابيض لان هو بيبقى متضاف عليه دقيق ابيض، لكن لو جباه من عند العطار دقيق ذرة بلدي لازم تحطي عليه كوباية او كوبايتين دقيق ابيض. خلاص تمام. يبقى انا معايا 5 كوبايات من دقيق الذرة الاصفر دوبيلا، وجبت الخلاط حطيت فيه 5 حبات من البيض او 6 حبات من البيض لو البيض بتاعك صغير، وحطيت طبعا الفانيليا، حطيت 2.5 كوبايات من السكر الابيض السنترفيش العادي، وهحط 1.5 كوباية من زيت الذرة. لازم يبقى ذرة عشان بيبقى تحفة جدا في الوصفة دي. عباد شمس ماشي مفيش مشكلة، اهم حاجة يبقى زيت نضيف ملهوش طعم او ريحة. حطيت 1.5 كوباية، تمام. وبعد كده هحط كوباية من اللبن الدافي داخل على السخن شوية، ما يبقاش ساقع ابدا. اي مكون من المكونات بتاعتنا لازم تبقى بدرجة حرارة المطبخ او الغرفة اللي احنا بنشتغل فيها. خلاص تمام. معايا هنا يعني طبعا حطيت الخلاط يتضرب كويس بالمكونات. 5 كوبايات من دقيق الذرة الاصفر، بحط عليهم 2 ظرف من البيكنج باودر. وارجوكوا اتأكدوا من صلاحية البيكنج باودر عشان ما تبوظيش الوصفة. وهقلب المكونات الجافة مع بعض كويس جدا زي ما انتم شايفين كده، علشان اوزع البيكنج باودر جوه الدقيق، وعشان كمان احاول ان انا ادخل هواء. معلومة مهمة، لازم ننخل الدقيق. بعد كده هصب المكونات السائلة اللي ضربتها في الخلاط على المكونات الجافة اللي في البولة بتاعتي بالراحة، مش مرة واحدة، تمام. انا مسرعة الفيديو شوية، انا بصب بالراحة جدا عشان الهواء اللي في الخلاط اللي في المكونات اللي في الخلاط، والهواء كمان اللي في الدقيق. هنزل كل الكمية عشان دي مقدار معين انا مش عايزاه يبوظ مني، وهقلب بالراحة. انا هنا مسرعه الفيديو يا جماعه، انا بقلب من تحت لفوق زي ما انتم شايفين كده بالراحه جدا عشان احافظ على الهواء، عشان الكيكه تطلع معايا هشه ومنفوخه حلو والكلام الجميل ده. خلاص، يبقى قلنا كده كام حاجه مهمين للكيك. ان انا اضرب المكونات كويس جدا، المكونات السائله اما بالمضرب او بالعجان او في الخلاط او بالمضرب اليدوي براحتك خالص. الدقيق لازم يتنخل. اصب المكونات السائله على المكونات الجافه بالراحه. معايا هنا صينية كبيرة مقاس 30، هبطنها بزيت فقط. انا خدت الاسباتيولا بس عشان اتاكد ان مفيش تكتلات او مفيش دقيق لسه ما اختلطش مع بواقي المكونات. بصوا هو ده القوام المظبوط للكيك. اتاكدي 100% ان انت الكيكه بتاعتك هتطلع مظبوطه جدا. شايفين القوام؟ هو ده القوام اللي انا عايزاه. تحفه، لوحه فنيه. خلاص انا هنا خلصت. هجيب الصينية بتاعتي مقاس 30. احسن صينية لتسوية الكيك هي الصينية الالومنيوم الفاتحة. صينية الومنيوم يا جماعة، تيفال لا، ارجوكوا بايركس. في ناس تعمل في البايركس بس انا مش بشجع على حاجة زي كده. كيك تسوية كيك يعني الومنيوم بس كده. هبطن الصينية بزيت فقط، مش هحط دقيق. وهصب المكونات كلها في الصينية زي ما انتم شايفين كده بالراحة برضو. وهنزل كل الكمية لان ده مقدار ما اقدرش استغنى عن معلقة واحدة منه. هعمل ايه بعد كده؟
3 خبطات بالراحه على الرخامه، 1 2 3. وهقولك بقى على سر: خله او شوبستيكس اللي هي الخله يعني، او عصايه الشيش طاووق، او اي حاجه رفيعه كده، بفرغ اي فقاعات هواء عشان سطح الكيك يطلع مستوي. وهتشوفوه ان شاء الله بعد التسويه. هندخلها بسرعة على فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة، وهتطلع بالشكل التحفة ده بعد 45 دقيقة. بس الصينية دي علشان كبيرة فأخدت معايا ساعة بالظبط. الصينية لو معاكي صغيرة مقاس 24 مقاس 26 هتاخد معاكي 45 دقيقة بالظبط بالتمام والكمال. هي الكيك ما بيقعدش أكتر من كده عشان ما يتحرقش منك. بصوا السلاسة في التقطيع خطيرة. انا مش بقطعها بعد ما تطلع من الفرن. بعد الكيك لما بيطلع من الفرن لازم احطه على رخامة المطبخ يبرد كويس جدا جدا جدا، وبعد كده اغطيه يهدى كده عشان الوش بتاعه ما ينشفش، واقطعها بقى براحتي بعد ما تبرد تماما تاخد درجة حرارة المطبخ اقدر اقطعها. بس كده. هوريكي بقى طبعا اول قطعة هتطلع هتبوظ دي معروفة، هنسيبها على جنب ملناش دعوة بيها، نعمل نفسنا مش شايفينها. بس خلاص هنطلع الكيك بالراحة كده عشان ما يتفرفتش مننا. هي اصلا كيكة دي الذرة بتبقى هي اسمها بسيسة عندنا في السويس، احنا بنقولها بسيسة. مين بيقولها زينا؟ بتبقى مش زي الكيك العادي اللي بيتعمل بالدقيق الابيض بتبقى هشة واسفنجية، لا هي بتبقى مفرولة زي ما انتم شايفين كده، مفرولة ناعمة كأنها باستا فلورا. بس هي خطيرة، انا ما بحبش اضيف ليها دقيق ابيض، هو بيبقى الكيس الجاهز ده متضاف عليه دقيق ابيض. بس كده. وصفة سهلة جميلة سريعة، ما اخدتش مني وقت خالص، طعمها تحفة، طعمها رجعني لسنين كتير قوي 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 قوي. بجد من احلى الوصفات اللي كانت بتتعمل واحنا صغيرين، كيكة دي الذرة. الله يرحم بابا وماما يا رب، اللهم امين. ادعوا لهم اقروا لهم الفاتحة. اتمنى الوصفة تعجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.